السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في قناتكم الجمهور طناش. شفت غير كيما حسين جنات عرضوه في واحد القناة. حسين جنات هذا بما يسمي روحه بناقد رياضي، بصح على كل حال هو ما يهدرش على الرياضة، يهدر على كل حاجة ضد المنتخب وضد جمال بالماضي كيما على بالكم. وكاين واحد الأمور يعني تحيرك. أنا بكل صراحة الإنسان اللي يخرج لك التشكيلة في نظري أنا ما يجيش يهدر على الرياضة خير ما يهدرش خير، لخاطرش هذا يحطم راهو يحطم في المنتخب. وانا الحاجه اللي مازال ما فهمتهاش، ما فهمتش واش مازال ما قلناكمش. 2023 خرجنا منه بدون خساره بدون هزيمه، وهذه هي كره القدم، ماشي يعني دائما تربح. ورانا دايرين نتائج يعني ما كاش يعني منتخبات في المستوى واجهناها، كاين اللي ربحناها وكاين اللي تعادلنا معاها، وهذه هي كرة القدم. يعني هنا رانا نشوفوا باللي جمال بالماضي كرويا في سنة 2023 راهو يقدم للمنتخب. الحاجة الوحيدة اللي راهي تسابوطي في المنتخب كاين بعض الناس، بعض المسؤولين، وعلى رأسهم سما باينين لافير تاع ليستاد، لافير تاع لافير تاع الندوات الصحفية هادوك. يعني هاد الامور ينفليونسيو وجامي تلقاهم في بلاد واحدة اخرى ابار في الجزائر، الله يسترنا. يديروا لك واحد الامور يعني تحسهم بلي راهم خادمين لك فيهم. ومن بينهم هذا حسين جنات اللي تحسه في المعمعة. يعني كي نجي انت تلصق الهضرة تاع حسين جنات، على كل حال نخلي لكم انا الحصة تاعو في الرابط، نخلي لكم الرابط في لا ديسكريبسيون. كي تجي تلصق الهضرة تاعو وتكومباريها مع واش راهو يسرى ضد جمال بالماضي، سواء الهضرة تاع البلاطوات، سواء آه واش راهو يصرى في الندوات الصحفية، التليفوني سوني، لي ميكروفون. شفت واحد غير كيما واحد الفيديو يوري لك باللي في العالم كامل ما كاش اللي دايرين له لي ميكروفون هكاك. وراكم شتو زاد خرج فيديو يضربوا على جال لي ميكروفون. هذاك لي فيديو ما مش شفتوه كامل، يضربوا على جال لي ميكروفون. سما هنا تفهم الحكايه باللي كاين امور راهي تستخدم في الخفاء ضد جمال بالماضي وضد المنتخب. وبليز زادت خرجت الحكايه تاع بالماضي شحال يخلص. الحاجه اللي تحيرني انا بريميرمون، آه واش دخلني بالماضي حنا كشعب، واش دخلنا في بالماضي شحال يخلص. انا هذه اللي مازال ما فهمتهاش بكل صراحه منطقيا. روح ما عليناش، هي هل ترى الكاشي تاع بالماضي كيما الكاشي اللي مدوهولو في السعوديه ولا في قطر؟ يعني منطقيا متجيش قاع تقنعني. هذيك شغل شفتوها وما شفتوش باللي جاه عرض من جهه واحده اخرى الله اعلم في السعوديه ورفض العرض هذاك. يعني لو كان جاء انسان يحوس على الدراهم، من بعد الناس تحوس على الخبر. كاين صفحات يقولوا لك 118 ألف جنيه، وكاين صفحات يقولوا لك 200 ألف، 200 ألف دولار. ما فهمتش أنا كيفاش راكم تصرفوا في 118. واش جاب 118 ألف جنيه؟ ما أكثر وقت مليون و 800 200 ألف. يعني كي تصرفها ما حش تدخل في مخك. وحتى هكاك ما كاين حتى مصدر رسمي، يعني صفحات ما عندهمش قيمة بكل صراحة، كي شغل مصادر غير رسمية، خبر إشاعة متناقلينها الناس، وهذا ما كان. من بعد انت يجيك إنسان يعني ناس كبار، المشكلة هذه اللي تحيرك، عيبات في الخمسينات يهضروا عليها في البلاطوات شغل عادي. شغل انت كي تشوف البلاطوات الله يسترنا تحس راك شغل راك في قهوة. بكل صراحة انا شغل كي نشوف لي بلاطو والناس تهضر يهضروا كلش غير على البالون. انت تروح تشوف بيان سبور ولا اي بلاصه اخرى تشوفهم يهضروا تحليل تاع المباراه، لي بلاسمون تاع لي جوار، تشكيله كيفاش. حنا يهضروا يزيقيو في العيبات. يا خوتي ما فهمناش حنا، والله ما فهمنا. انا بالنسبه لي كاش نشوفها بالماضي احسن مدرب للمنتخب الوطني. في حصه واحده اخرى تاع بن شوبير لقيتهم يهضروا على العودة تاع فوزي غولام. على كل حال انا ما رانيش كونتر لي جوار تاعنا اللي كانوا يلعبوا في ليكيب ناسيونال كيما غولام بالليلي. بصح دوك انتوما على حسابكم ما عليناش. غولام بالليلي بالعمري، واحد يقول لك ابراهيمي، واحد يقول لك سعيود، واحد يقول لك مبولحي. وكيفاش ليكيب تاع 2010 مازال ما فهمناش حنا شغل واش معناتها هذيا. ديروا في بالكم خوتي بلي البوست تاع لاريير غوش عنده واحد الخمسه لي جوار. احسب
توبة، ممكن يلعب فيه بن سبعيني، العروسي، ايت نوري، وزيد لهم جوار جديد هذاك حجام، وهاي ودير حسابك يتسمى 5 ولا 6 لي جوار كامل. ما قنعوكمش ولا كيفاش؟ صح كاين اللي راهو في اصابه، كاين اللي الريتم تاعو راهو ناقص، بصح هذا صافي ريان افوار، باسكو شفنا في لي ماتش واحد اخرين كانوا يلعب بليلي في ليكيب ناسيونال، بالك ما كانش يلعب كاع في اجاكسيو كي كان يلعب في بريست، وكان يلعب نورمال كاع. سما هذا ماهوش معيارك شغل. تستنى لي انت في غلام اللي عنده شحال ما لعبش وراه يولي للريتم حبه حبه ويزيد كبير في العمر. وكيفاش دوك حنا كي نريحو نجيبوه في اللي فايتين 30 سنه وهذو ماهوش نديرو بهم؟ غير منطقيه الهضره هذه. من جهه يقول لك نريد التغيير، من جهه يقول لك عاودوا جيبوا هكذاك ماشي هكاك. تمشي العقليه الا راكم دايرين في بالكم باللي جميع جوار يدير شويه لي ماتش ملاح يعاود يولي ليكيب ناسيونال. ليكيب ناسيونال باسكو علاش المنطق تاعكم واش يقول؟ جوار هو مليح كي نجيبوه ليكيب ناسيونال ومن بعد يزيد يبان جوار واحد اخر هو مليح، ومن بعد يزيد يبان جوار واحد اخر في نفس البوست، كيفاه نحلو ولا كيفاش؟ يعني غير منطقيه الهضره هذه. انا تبان لي هكا، وهذو ما راهم يديروا لو بوسيبل تاعهم باش يحطموا سما المنتخب من الاخر. ما يحبوناش كي نفرحوا، ما فهمتش علاش. على كل حال ربي يهديهم، وكالعاده ما تنساوش تدعيو لخوتنا في فلسطين، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد، والسلام.